في واحد راسلني قال يا ابو فهد انا مقدم على الزواج، يعني ناوي يتزوج، ايش رايك؟ ايش اختار؟ النحيف، الطويل، العريض، القصير؟ ها؟ طبعا هذا انا اشارد عليه بثلاث ابيات من المزمري، الشاعر محمد المزمري معروف. قال ها بنصحك قبل ما تخطب وقبل الزفاف، واكبر هديه من قبل ما نصحت العلي، لا قد نويت الزواجه لا تشل النحاف، دور على اللي جسمها مخصر ممتلي، مالك ومال الرشاقه والبنات الرهاف، ما حرمه الا ملان الحضن يا ابو علي. والله يا شباب الوضع تغير في اليمن، الواحد بيسأل وعاد يختار وعاد ها. أنا أعرف يا جماعة الأخير أن الزواجة في اليمن كلها بخت يعني، وكلها مقاضاة ديونة. يجي أبوك واحد عنده زلط له، ما يقدر يشيل الزلط، يقول الله زوج الولد بالبنت، يجلس يلعنه طول الشهر، وبعدين ما يقدر يرد الزلط يقول الله زوج الولد، وعضك يوافق يلا يقضي دينه. ها؟ وبعد يجي لعند ابنها، يا زوال اليوم خطبنا لك يا ابني.